السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، معاكم مستر محمد عبد الفتاح. بإذن الله هنحل مع بعض ثالث محافظة معايا النهاردة اسكندرية. كنا حلينا أول محافظتين القاهرة والجيزة. هتلاقي اللينك بتاع الفيديو بتاعهم تحت الفيديو ده. طبعا لو أول مرة تسمعنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. نبص مع بعض كده. طبعا امتحان اسكندرية، يا ريت لو قدامك الامتحان يبقى أحسن عشان تبص معايا في الخريطة. بيقول لي قدامك خريطة، الخريطة ديت موضح عليها مجموعة بيانات هنبدأ نكتبها مع بعض. بيقول لي رقم واحد، بنبدأ نبص كده مع بعض. بيقول لي واحد سلالة بشرية. السلالة البشرية اللي قدام حضرتك دي رقم واحد في قارة آسيا، واخدة الجزء الشمالي والشرقي من قارة آسيا على طول. دي السلالة المغولية. اتنين، جزيرة. الجزيرة اللي موجودة عندي اللي هي موجودة عندك تحت استراليا هنا اهي، يبقى دي جزيرة ايه اللي جنوب استراليا على طول؟ تمام، تسمانيا. ثلاثة، جبال. جبال موجودة عندي بتفصل عندي بين آسيا وأوروبا، اللي هي الجبال ديت ها هنا اهي. يبقى دي جبال ايه اللي هي الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا؟ جبال ها الأورال. واخر حاجه اقليم مناخي موجود عندي في اقصى شمال امريكا الشماليه رقم 4 على طول. احنا قلنا الاقليم اللي بيبقى فوق خالص ده يبقى اقليم التندرا. التندرا بعرفه ان هو بيبقى في اقصى الشمال فوق خالص. طيب بيقول لي بما تفسر تعرج السواحل على البحار والمحيطات افضل من استقامتها. يعني تعرج السواحل ايه اهميته؟ درسنا ان الكلام ده في قاره اوروبا بيساعد على انشاء الموانئ الطبيعيه. يبقى على طول اقول له لانه يؤدي لانشاء موانئ طبيعيه، بس كده. يبقى لتكوين مواني طبيعيه، ده الغرض الرئيسي من تعرج السواحل. طب بما تفسر تنمو اشجار جوز الهند في شبه جزيره الهند الصينيه. لازم ابقى عارف ان جوز الهند ده شجر من الغابات الموسميه، واحنا عارفين ان منطقه جزر او منطقه شبه جزيره الهند الصينيه دي فيها مناخ موسمي. يبقى الاجابه بمنتهى البساطه ليه؟ لانها يوجد بها غابات موسميه. يبقى لوجود الغابات الموسميه. طيب ثلاثة، ارتفاع معدل المواليد في قارة افريقيا. ليه افريقيا عندها مواليد كتير؟ خدنا السؤال ده مع بعض ان افريقيا بتخلف كتير عشان الجهل والفقر، عشان العادات والتقاليد السلبية، عشان العمل في الحرف اللي هي محتاجة اولاد كتير زي الزراعة البدائية او الرعي. يبقى بالتالي عندي الامية والفقر، العادات والتقاليد، والعمل اللي هو بنسميه العمل بالحرف البدائية. الحرف البدائية اللي هي زي الزراعة والرعي. طيب اخيرا، اختلاف الخصائص السكانيه الاقتصاديه في سكان العالم. يعني ليه السكان بتوع العالم كلهم خصائصهم الاقتصاديه مش واحده؟ قال لي لان بمنتهى البساطه في سكان بتقبض كتير وسكان بتقبض قليل. في سكان بتشتغل شغلانه بتجيب فلوس كتير وسكان تانيين بيشتغلوا شغلانه بتجيب فلوس اقل. يبقى بالتالي بسبب تنوع الانشطه الاقتصاديه واختلاف دخل الفرد. يبقى الاجابه عندي هنكتبها مع بعض. هنقول كده بسبب تنوع الانشطه الاقتصاديه لانها مختلفه من منطقه لمنطقه. وتاني حاجه برضو اختلاف دخل الفرد. طبعا احنا بنحاول نبسط الاجابه عشان الناس اللي لسه ما ذاكرتش او ما كانتش عارفه اسئله معينه تعرف تحفظها بطريقه اسهل وابسط، بدل ما نكتب باسلوب معين. كل الاساليب صح، سواء في كتاب خارجي، سواء ملزمه مستر معين، سواء الاسلوب اللي احنا بنكتبه، كل الاجابات صح. الفكره اللي احنا بنحاول نبسط على قد ما نقدر عشان الناس تعرف تذاكر. طيب بيقول لي رقم ج، صوب ما تحته خط. يعني العبارات اللي قدام حضرتك دوت العبارات اللي قدام حضرتك ديت فيها حاجات كتيره غلط، احنا هنصوبها. تمام. بيقول لي تمتد جبال طروز بين العراق وايران. ايه الجبال اللي عند العراق وايران؟ ها افتكر كده معايا. تمام، زاجروس. يعيش حيوان الدب القطبي في اقليم المناخ الجبلي. طبعا الجبلي مستحيل هيعيش فيه اي حيوانات لانه شديد البروده. امال ايه الحيوان الدب القطبي ده هيعيش فين؟ لو افتكرت معايا هتلاقيه عندي بيعيش في الغابات المخروطيه، يبقى في الاقليم اللورانسي.
تمام. يتركز بعض سكان استراليا في الجنوب الشرقي حيث المناطق الصناعيه الكبرى. ليه السكان بيتركزوا في استراليا في جنوب شرقها؟ افتكر كده خريطه استراليا وشوف في جنوب شرق استراليا في ايه. هتلاقي في نهرين، ميري ودارلينج. يبقى بالتالي حيث السهول الفيضيه. عايز تقول حيث وجود ميري ودارلينج، ماشي، هي. 4. عدد السكان ثابت في قارة. قلنا ايه القارة اللي السكان بتاعتها ثابتين؟ يعني اللي بيموتوا قد اللي بيتولدوا. ما قلنا الزيادة الطبيعية فيها تساوي 0. تبقى دي قارة ايه؟ تمام. طيب اختار. يقع البحر الكاريبي شمال قارة. البحر الكاريبي شمال قارة، يعني البحر الكاريبي فوق قارة ايه؟ ايه القارة اللي البحر الكاريبي فوقيها؟ تمام، امريكا الجنوبية. ركز في الاسئله عشان انا كنت سامع ناس بتقول امريكا الشماليه. امريكا الشماليه البحر الكاريبي تحتيها. انا هنا بقول لك البحر الكاريبي شمال قاره ايه، يعني هو فوق قاره ايه. تمام كده. يوجد جبال الألب الديناريه فين؟ جبال الألب الديناريه مكانها في اسبانيا ولا ايطاليا ولا شبه جزيره البلقان ولا فرنسا؟ انا هلاقي كده في الكتاب بيقول لي ان جبال الألب الديناريه مكانها شبه جزيره البلقان. تمتد الهجرة الجبرية إلى الأمريكتين للسلالة. إيه السلالة اللي اتعمل لها هجرة جبرية؟ قلنا الكلام ده زمان. اتعمل هجرة إجبارية للأمريكتين للسلالة الإيه؟ تمام، الزنجية، عشان يروحوا يشتغلوا هناك كعبيد ويشتغلوا في مزارع القطن ومزارع الشاي والمزارع اللي كان بيتم زراعتها في الأمريكتين. يسمى اقليم المناخ المعتدل شرق القارات باسم ايه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا ادينا له زي اسم مستعار كده. الاقليم اللي هو بنسميه المعتدل الدافي شرق القارات ده بياخد اسم، يا ترى موسمي ولا تندرا ولا صيني ولا رورانسي؟ تمام، الصيني. طيب نكمل. نشيل كده الاجابات ديت ونخش على السؤال اللي بعده. جايب لي في السؤال اللي بعده قارن، وجايب لي كده خريطة أو مقارنة كده. بيقول لي قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية من حيث أفريقيا. إيه الهضاب الجنوبية اللي في أفريقيا وإيه الهضاب الجنوبية في أمريكا الجنوبية؟ الهضبة اللي موجودة في جنوب أفريقيا اسمها هضبة أفريقيا الجنوبية. يبقى هنا هضبة أفريقيا الجنوبية. أما الهضبة اللي موجودة في جنوب أمريكا الجنوبية اللي هي هضبة باتاجونيا. طيب الاقليم الاستوائي في افريقيا، الاقليم الاستوائي متمثل فين؟ افتكر كده معايا كنا بنغنيها مع بعض ونقول ايه؟ حوض الكونغو ساحل غانا. يبقى هنا حوض الكونغو. وفي اسيا كانت اندونيسيا والملايو. هو مش عايز اسيا. طب وفي امريكا الجنوبيه وجيانا والامازون. يبقى هنا جيانا والامازون. يبقى الاقليم الاستوائي موجود في 6 مناطق، 2 في كل قاره، 2 في افريقيا، 2 في اسيا، 2 في امريكا الجنوبيه. فين هم؟ حوض الكونغو ساحل غانا اندونيسيا والمالايو وجيانا والامازون. اهم 6 مناطق هو طالب منهم دلوقتي 2 و2. طيب السلاله، عايز سلاله نقيه في افريقيا. اهم سلاله نقيه موجوده في افريقيا اللي هنا عندي كذا سلاله بقى. انا عندي البانتو، دي سلاله نقيه في افريقيا. عندي البوشمانت والهنتوت، دي سلاله نقيه. عندي الاقزام، سلاله نقيه. طيب في امريكا الجنوبيه عايز سلاله نقيه. طبعا اشهر سلاله نقيه في امريكا الجنوبيه اللي هم سكان الامريكتين، السكان الاصليين اللي هم الهنود الحمر. طبعا سؤال زي ده سؤال جميل وجديد، كان اول مره يجي السنه اللي فاتت في محافظه اسكندريه كنوع من انواع المقارنه، ربط بيه بين الدروس اللي احنا خدناها كلها من اول السكان مرورا بقى بالاقاليم المناخيه والاقاليم النباتيه. طيب جيم بيقول لي يتاثر توزيع السكان داخل القارات من منطقه لاخرى بعوامل طبيعيه واخرى بشريه. في ضوء العباره ديت اجب. ما المقصود بقوه العمل؟ قلنا قبل كده ان قوه العمل عدد الافراد اللي في سن شغل وبيشتغلوا بالفعل. يبقى عدد الافراد اللي في سن عمل وبيعملوا بالفعل، ده تعريف كلمه قوه العمل. قلنا كلمه قوه العمل عكس كلمه البطاله. البطاله يعني شخص سنه سن عمل وما بيشتغلش، انما قوه العمل شخص سنه سن عمل وبيشتغل.
يبقى قوة العمل هم الأفراد اللي سنهم سن عمل ويعملون بالفعل. طيب دلل جغرافيا على وجود علاقة بين المناخ وتوزيع السكان. اثبت يعني، اثبت يعني دلل يعني برهن. ايه اللي يثبت ان في علاقة بين المناخ وتوزيع السكان؟ هقول له بمنتهى البساطة ان دايما السكان بتتركز في الاماكن اللي مناخها معتدل. اما المناطق اللي فيها مناخ شديد البرودة زي مثلا مناخ التندرا بيقل فيها السكان، او المناطق اللي فيها مناخ شديد الحراره زي عند خط الاستواء اللي هو الاقليم الاستوائي مش هلاقي برضه سكان. يبقى بالتالي في ارتباط بين المناخ وبين توزيع السكان. تمام؟ يبقى الاجابه تبقى ازاي؟ اقول له حيث وجود علاقه بين المناخ والسكان، لان كلما كان المناخ شديد الحراره او شديد البروده يقل السكان، وكلما كان المناخ معتدل يتركز السكان. عشان كده اكتر مناطق هتلاقي فيها سكان اقليم البحر المتوسط، لانه افضل مناخ في كل الاقاليم اللي احنا درسناهم. تمام كده؟ نخش بعد كده على السؤال اللي بعده. ده سؤال مفتوح لحضرتك، بيقول لك ما مقترحاتك لحل المشاكل الناتجة عن الزيادة السكانية في مصر؟ ازاي تحل مشكلة الزيادة السكانية في مصر؟ هنا اي مقترحات انت بتقولها بتاخد عليها الدرجة. فده سؤال مفتوح ليك. طبعا على سبيل يعني المساعده ان انا ممكن اقول من اهم الحاجات اللي انا ممكن اعملها لمشكلات الزياده السكانيه ان انا اعمل او اقلل الدعم للي هينجب اكتر من طفلين مثلا. احاول ان انا افرض قوانين تمنع الانجاب الكتير، لان الزياده السكانيه دي هتضر بالدوله بعد كده. تمام؟ احاول اتوسع في الاماكن الصحراويه وابني فيها مدن جديده عشان اقدر استوعب الزياده السكانيه. عندك حلول كتير مفتوحه ليك ومفتوحه لدماغك. المهم اللي انا بكتب له حلول ينفع تتحمل، وبالتالي هتاخد عليها الدرجه. نخش على التاريخ. طبعا بنبدا مع بعض كده بالسؤال التاريخ، وبيبدا يقول لي صح وغلط. وما انساش طبعا ان انا بصوب. هزمت جيوش تومان باي في معركه الريدانيه عام 1517. طبعا احنا عارفين ان معركه تومان باي كانت بين العثمانيين وبين المماليك، اللي هي معركه الريدانيه فعلا سنه 1517 تبقى العباره صحيحه. عمل محمد علي على حرمان الزعامة الشعبية من تولي المناصب الرفيعة في الدولة. طبعا العبارة دي خاطئة. محمد علي لما جه حرم ما حرمش الزعامة الشعبية، ده حرم المماليك كنوع من انواع العقاب قبل ما يعمل لهم مذبحة القلعة. نمت فكرة انفصال محمد علي بمصر عن الدولة العثمانية أثناء الحروب الوهابية. طبعا فكرة انفصاله عن الدولة العثمانية بدأت تزيد في دماغه أيام حروب اليونان، يبقى حروب المورة مش الحروب الوهابية اللي هي اليونان. كانت الظروف الدولية من العوامل اللي ساعدت على فشل الثورة العربية. طبعا ده كان من الأسباب اللي احنا قلناها لأسباب فشل الثورة، إن الدول في الوقت ده كانت كلها بتحتل، فبالتالي عرابي مش هيلاقي حد يقف جنبه ويسنده، لأن كل الدول هتخاف إن الثورة بتاعت عرابي تنجح عشان ما فيش دول تانية تقلدها. اقتصرت ثورة 19 على القاهرة. طبعا العبارة دي غلط، ده احنا قلنا عليها ثورة شعبية شاملة، يبقى جميع المحافظات. السؤال الثاني ما النتائج؟ وبيقول لي ايه النتائج على نقل الصناع المهرة الى العاصمه الدوله العثمانيه الاستانه. طبعا ده العمل اللي عمله سليم الاول اول ما دخل، وقلنا ادى لتدهور الصناعه في مصر. يبقى ترتب على ذلك تدهور الصناعه في مصر، ولم يبقى في مصر سوى الصناعات البسيطه وكانت رديئه. تمام؟ السؤال اللي بعديه، ما النتائج على قيام الحركه الوطنيه في مصر بتوجيه الانتقادات للوزاره المختلطه؟ طبعا الوزاره المختلطه اللي اتعملت في مصر في عهد اسماعيل اتوجه لها بعض الانتقادات من الوطنيين. ترتب على كده استغل ده مين؟ مين اللي استغل ده عشان يقصي الوزاره دي ويشيل الوزيرين الاجانب اللي كانوا فيها؟ تمام، اسماعيل. يبقى اقول له استغل ذلك الخديوي اسماعيل وقام باقصاء الوزيرين الاجانب من الوزاره، وقام باعتماد اللائحه الاساسيه اللي كان عاملها شريف باشا. وده دفع انجلترا وفرنسا انهم يضغطوا على السلطان العثماني باصدار فرمان 1879 بعزل اسماعيل وتعيين بداله توفيق. السؤال اللي بعده، ما النتائج على عقد مؤتمر الاستانه؟ طبعا احنا عارفين ان المؤتمر ده اتعمل عشان يبحثوا فيه القضيه المصريه، واللي دعا للمؤتمر ده كان فرنسا. ايه النتائج المترتبه عليه؟ اقول له ترتب عليه عدم تدخل اي دوله بالقوى العسكريه في مصر سوى الدوله العثمانيه، اللي هتبعت قوه لحفظ الامن والامان وهتحقق في موضوع الاحداث اللي حصلت في اسكندريه. وقلنا اتعمل في المؤتمر ده حاجه اسمها ميثاق النزاهه، اللي تعهدت فيه الدول الاوروبيه كلها ان مفيش دوله هتتدخل في شؤون مصر منفرده.
والسفير بتاع بريطانيا او المبعوث بتاع بريطانيا اضاف عباره الا في حاله الضروره القصوى. وكانت طبعا الضروره القصوى زي ما احنا درسنا على طول بعديها، على طول بعد مؤتمر استانا درسنا ان كانت الضروره القصوى ان عرابي كان بيسلح منطقه اسكندريه بالمدافع الجديده، فقائد الاسطول طلب منه انه يسلم له المدافع دي، وبالتالي عرابي رفض فضربوا اسكندريه وبدات الحرب. يبقى بالتالي اهم النتائج لمؤتمر استانا زي ما اتفقنا اصدار ميثاق النزاهه بعدم تدخل اي دوله اوروبيه في شؤون مصر، اعتماد ان الدوله العثمانيه هي اللي هتبعت قوه لحفظ الامن والنظام وهتحقق في حادثه اسكندريه اللي حصلت. جيم بيقول لي ماذا يحدث اذا نجحت حمله فريزر في تحقيق اهدافها؟ طبعا لو حمله فريزر كانت نجحت في اهدافها يبقى بالتالي سوف يتم عزل محمد علي من حكم مصر، وسوف تسيطر بريطانيا على حكم مصر وهتحتل البلد. يبقى بالتالي هتقع مصلحه الاحتلال البريطاني ويتم عزل محمد علي من حكم مصر. طبعا مش هينفع اقول تعيين الالفي لان الالفي اوريدي كان مات اساسا، فحتى الحمله نجحت او فشلت كده كده ما كانش الالفي هيمسك. يبقى بالتالي ركز على النقطتين دول. ماذا يحدث إذا كان خلفاء محمد علي على شاكلة من حيث القوة والوعي؟ يعني لو كان خلفاء محمد علي كانوا زيه في قوته ووعيه، وبالتالي أقدر أقول كانت سوف تحافظ مصر على الإنتاج الاقتصادي بتاعها، سوف تصبح مصر كما كانت في عهد محمد علي من أكبر دول العالم، ولكن ده برضو كان هيؤدي لدخول مصر في صدام سياسي وعسكري مع الدول الأوروبية، لأن برضو كانت الدول الأوروبية مش هتسكت لمصر في عهد خلفاء محمد علي لو كانوا مشوا على نهج محمد علي. يبقى بالتالي اقدر الخص الاجابات في كذا نقطه. اول رقم واحد ان مصر سوف تظل دوله قويه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. اثنين، سوف تدخل مصر في صدام مع الدول الاوروبيه خشيه او خوفا من قوه مصر الاقتصاديه، وده نفس اللي حصل في عهد محمد علي، ولكن طبعا ده ما حصلش زي ما احنا درسنا. نكمل، نخش بعد كده. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد ما المقصود بكل من. دي مجموعه تعريفات واحنا هنبدا نكتب التعريفات دي ايه يعني ده تعريف ايه. رفض الشعب للاحتلال ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل، ده تعريف كلمه مقاومه. لازم نخلي بالنا من التعريفات يا جماعه، ديكم شايفين سؤال اهو عنها. اتنين، تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام واخضع الحجاز لنفوذه. ده مين اللي عمل كده؟ ده كان علي بيك الكبير، اللي هو عمل حركه استقلاليه عن الدوله العثمانيه وفشلت عشان محمد بيك ابو الدهب خانه. معركة صمد فيها الضابط المصري محمد عبيد أمام قوات الاحتلال واستشهد هو والفرقة بتاعته، اللي هي آخر معركة ضد الإنجليز اللي هي معركة التل الكبير. حادثة استغلها مصطفى كامل للتنديد بالمساوئ الاحتلال، طبعا دي حادثة دنشواي اللي كانت سنة 1906. رئيس الوزراء المصري اللي لغى معاهدة 36، قلنا ان عمل معاهدة 36 هو اللي لغاها، يبقى ده مين؟ النحاس. دلل يعني اثبت من نتائج الحملة الفرنسية إيقاظ روح الوطنية لدى المصريين. طبعا اللي يثبت كده فكرة الدواوين اللي عملها نابليون اللي خلت المصريين تشارك في الحكم، واللي يثبت كده برضو ان المصريين تدخلوا تدخل مباشر في تعيين الحاكم بتاعهم بعد خروج الحملة وتم اختيار محمد علي. كمان ممكن نضيف ان من الحاجات اللي بتثبت ايقاظ الروح الوطنيه ان المصريين شاركوا في ثورات كتيره ضد فرنسا، كان منها الثوره الاولى والثوره الثانيه ومقاومه الصعيد. كل دي حاجات بتثبت ان الروح الوطنيه لدى المصريين زادت ونشطت مره ثانيه ايام الحمله الفرنسيه على مصر. دلل اتبع محمد علي سياسه الاحتكار في مجال التجاره، لان اصبح محمد علي هو التاجر الوحيد في مصر. زي ما احنا عارفين اختفت طبقه التجار المصريين، فبقى هو التاجر الوحيد، وبقى هو اللي بيبيع للتجار الاجانب، ثم بيبعت مندوب عن الحكومه المصريه بيسافر للخارج وبيبيع باسم الحكومه المصريه في الخارج. وكمان من النقط اللي هنضيفها ان كان محمد علي بيرى ان الدوله القويه اللي لازم صادراتها تزيد عن وارداتها، وبالتالي احتكر سياسه الواردات في ايده هو بس. 3، دلل على فرض الاحتلال البريطاني في مصر سياسه اقتصاديه تخدم مصالحه. ايه اللي يثبت ان بريطانيا كانت بتهتم بالاقتصاد عشان تخدم مصالحها؟ اقول له انها اهتمت بالزراعه فقط، وخصوصا بزراعه القطن عشان تستفيد بيه المصالح الانجليزيه والمصانع بتاعتها، وبالتالي اهملت الصناعه واهملت التجاره.
يبقى بالتالي هقدر اقول له ان انجلترا اثناء الاحتلال اهتمت فقط بالزراعه وخصوصا زراعه القطن عشان تصدره او تبعته للمصانع بتاعتها في انجلترا، مع اهمال الصناعه واهمال التجاره في مصر. اخر سؤال معايا بيقول لي ايه العلاقه بين سياسه الخديوي اسماعيل تجاه الدوله العثمانيه وازدياد الازمه الماليه؟ طبعا العلاقه هنا بين سياسه اسماعيل مع الدوله العثمانيه وازدادت الازمه الماليه ان اسماعيل كانت علاقته بالسلطان العثماني قويه، لانه كان بيستصدر منه مجموعه فرمانات مقابل الاموال، وبالتالي كان اسماعيل عشان يدفع اموال كان بيروح ياخد قروض من الخارج. يبقى بالتالي العلاقه ان اسماعيل كان بيستدين من الخارج لكي يقوم بدفع هدايا ورشاوي للسلطان العثماني لاصدار الفرمانات. يبقى هي دي الاجابه بتاعتي. 2. ايه العلاقه بين القوى العسكريه وبناء الدوله الحديثه في عهد محمد علي؟ هقول العلاقه بينهم طبعا علاقه قويه، لان محمد علي راى ان الدوله القويه لازم يبقى عندها جيش قوي يحميها، وبناء عليه اهتم محمد علي بالقوى العسكريه، فقام باعداد الجنود والضباط والاسطول ومصانع لتصنيع السلاح، وبالتالي قدر يبني دولته على النظام الحديث. كمان محمد علي خلي بالك كل الحاجات اللي عملها في مصر من تطبيقه للاحتكار عشان يوفر فلوس ويهتم بالتعليم، كل ده عشان في الاخر يهدم القوى العسكريه، يخدم الجيش. فهلاقيه ان هو اهتم بنظام الاحتكار وتطبيقه، اهتم بالتعليم، ده كله عشان في الاخر يصب في مصلحه القوى العسكريه في البلد. يبقى بالتالي كان في علاقه قويه جدا بين بناء الدوله الحديثه اللي محمد علي عمله وبين القوى العسكريه. بكده يبقى خلصنا محافظه اسكندريه. ان شاء الله المره الجايه هنحل مع بعض محافظه القليوبيه. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا ان شاء الله. بالتوفيق، وباذن الله المره الجايه هنحل مع بعض محافظه القليوبيه. شكرا، اشوفكم على خير.